الباندا بياكل طول اليوم، وبيقعد بعد كده ياكل، وبعد كده بياكل أكتر وأكتر. وأول ما تحس إنه خلاص خلص الأكل بتاعه بيقوم ساحب خيزرانة كده زي السيف ويقعد ياكل من تاني. حيوان بيعيش علشان ياكل وياكل وياكل وبس. الباندا بتعيش في الصين وبالتحديد في مدينة سيتشوان، والحيوان ده كان غرقان في بحر من الغموض لحد ما العالم اكتشفهم وبقوا موجودين في نطاق واسع في أوائل القرن ال19. الباندا حيوان عامل زي كعبول الأكول كده في الكرتون المشهور، صعب جدا تشبع كرشهم لدرجة إنهم ممكن يموتوا من الجوع لو ملقوش الخيزران. الباندا البالغ بيقضي معظم وقته في اللعب والأكل على الأرض، عكس أطفالها بقى الصغيرين اللي بيكونوا موجودين في أعالي الأشجار وكسلانين جدا لدرجة إنهم ممكن يقعدوا لمدة يومين متواصلين هناك ويناموا كمان على الشجر، والكسل عندهم أعلى من الكسل بتاعي وبتاعك مجموعين في بعض. والكسل ده برضه هو السبب في إن الأم بتفضل على الأرض وما تطلعش لابنها، وهو برضه اللي بينزل ليها ابنها لما بيكون خلاص بيموت من الجوع ولازم يرضع. وبما إنهم قعدوا يومين بعيد عن بعض فبيكون لقاء لم الشمل كله بهجة وحب. أنثى الباندا بيكون عندها طفل أو اتنين بالكتير، لأن الكسل عند الحيوان ده ما وصلش لحد الأكل بس يا صديقي، ده وصل كمان لمرحلة التزاوج بينهم. التزاوج بين ذكر وأنثى الباندا حاجة نادرة جدا، وكمان بتكون خصوبته منخفضة لو حصل. ولحد سنة 1970 كان في عركة كبيرة جدا بين العلماء على نوع الباندا، وكانوا مختلفين بقى يا ترى هو دب ولا راكون، لحد ما في الآخر قرروا إنه خلاص ده دب، مع إنه أقرب في الشبه للراكون الأحمر عن الدببة. الحكومة الصينية بنت مجمع أبحاث في سيتشوان علشان يحافظوا على الباندا العملاقة وينقذوها من خطر الانقراض. والمركز ده حاليا هو موطن لأكتر من 200 باندا، منهم 40 شبل وهم الحيوان الوطني في المدينة حاليا. وإن شاء الله يقدروا ينقذوا الباندا من الانقراض واسمها يتشال من الكتاب الأحمر الدولي وترجع أعدادها طبيعية من تاني.